اهلا بيكم. وده يوم في حياة مامي مشغولة طول اليوم. تعالي النهاردة نشوف اليوم بتاعنا ماشي ازاي. لو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في صفحتي وتنضمي لعيلتي الصغيرة. اول حاجة خالص كانت الكنبة كنت مهوية الخداديات اللي فيها، فدلوقتي كده هدخلها ولازم طبعا افرش الكوفرتة دي عشان الدنيا متتبهدلش. وهبدأ اللي انا جري كده اشغل الغسالة بتاعتي كالعادة يوميا، ما شاء الله لازم اغسل، انتوا عارفين الاطفال والبهدلة. وبعد كده قلت ادخل على البلكونه التانية كده افتحها واهويها. كان بقالي فتره ما فتحتهاش الصراحه عشان اليومين اللي فاتوا كان الجو تراب، فالنهارده كان الشمس طالعه كده والجو كان جميل. بعد كده هشيل الحافظه في الارض دي وابدا اكنس. بس بصوا عاملين لي ايه في الحبال، عاملين لي العجب الصراحه. وهنا كنت بمسح السور، كانت الدنيا كلها تراب زي ما انتوا شايفين، بس مسحت على الناشف من غير ميه او حاجه. ايام الميه والدلدقه ان شاء الله لسه جايه بقى الفتره الجايه. وبعد كده هويت البطاطين زي ما انتوا شايفين، وكمان كنست الارض بالمكنسة كده في الانجاز السريع. كنت دايما بكسل اكنس بالمكنسة اللي بالكهرباء، بس الصراحة هي بتنجز. وهنا هو حطيت التربو في مية بصابون كده علشان يبوش براحته. عايزة اقول لكم بقالي فترة جدا كبيرة ما غسلتهوش، فقررت ان انا النهارده ابدا انضف حاجه بحاجه. فرشت الحافظه على السجاده اهو زي ما انتم شايفين. وهنا الحته بتاعه التربو كانت متبهدله، ولميت كل الاكياس، كل الاكياس دي كانت فوق بعض. وهنا برضو دخلت على البلكونه لميت كل الكياس والزباله اللي في الارض اللي هم بيرموها لي ومناديل وبتاع. وكنست برضو الارض كده زي ما انتم شايفين برضو بالمكنسه. عايزه اقول لكم النجيله دي بتكون حلوه قوي، واول ما بتكنسيها بتنضف في ساعتها. وهنا كنت نظمت لهم كده الى حد ما شكل البلكونه، وحطيت الكراسي تحت. وده كده كان جزء من اليوم بتاعي النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو الصغير ده، واكون ضيفة خفيفة